من فيلم كلينيك بيخرج فيلم بنزيف لا ينضب وجرح لا يلتئم، فيلم بينفخ في رماد نار الظلم وبيسلط الضوء على المهمشين اللي بيتعرضوا للدهس على أكتر من مستوى، مهمشين مهددين بالخروج من بيتهم رغم أحقيتهم قانونيا ليه، لكن الضبع أو بالأحرى الغول يأبى ذلك. فيلم بيطرح سؤال مؤلم جدا، وهو إلى أين يذهب الفرد ليحظى بحياة كريمة بدون ظلم، خذلان أو مهانة؟ وعشان كده احنا بنبحث على منفذ لخروج السيد رامبو. بيبدأ الفيلم بصورة لضبع ملطخ بالدم بيبص لبطلنا وصاحبه شذرا، ومع ضيق الممرات في البيت اللي بيعبر عن ضيق الحال، ووايد انجل بتوضح البيئة المتواجدين فيها، ودرجات من اللون الأزرق السماوي اللي بترمز للانسجام والقليل من الأمل. بيجي شوط لكسر في الشباك بيبص منه حسن، وكأن هي دي النظرة اللي بيشوف بيها العالم في ظل ظروف فرضت عليه يشوف الدنيا بمنظور ضيق جدا زي الحصان لما بيتحط محددات لعينيه. وبتيجي الأم من بره وبيدور بينهم حوار عن القضية اللي هيرفعوها على شخص ما، في شوط أقرب للجولدن ريشيو ونقطة التركيز بتكون لقمة العيش، وبعدها بتقوله إن هي عايزة تخرجه وتفسحه ويحتفلوا بعيد ميلاده، فبيقولها بلاش نخرج، وكأنه بيتأذى من مواجهة العالم، وبيعرض إنهم زي كل سنة يقعدوا في البيت ويعملوا كيكة ويتفرجوا على فيلم الغول اللي رمزيته بتعبر عن أشهر جملة فيه وهي قانون ساكسونيا. وده ذكاء كبير جدا في الحوار إن رمزيته تيجي بعد كلام أمه عن المحامي والقضية. المهم بينزلوا الوسطى كارم الميكانيكي اللي هيرفعوا عليه القضية علشان عايز يطردهم من البيت، وتقدمته بتبقى بترد على مشهد الضبع لأن تيشيرته بيكون ملطخ بالدم إثر خناقة مع أحدهم، فلما بتقوله إنها مش هتخرج من البيت اللي على جثتها فبمنتهى التحدي بيقول لها لأ على رجلك. كل ده في ظل كسرة عين حسن من قلة حيلته اللي بيعبر عنها الصرصار اللي بيحتضر. رمزية الصرصار بتكمن في قدرته على تحمل ظروف عديدة، فكونه بيحتضر بيعكس هشاشة الحالة الإنسانية قصاد الهيمنة الرأسمالية، لأن كريم عايز يطردهم عشان يوسع الورشة ويجيب معدات. الشوط ده حلو جدا لأنه بيوضح الكسرة اللي فيها البطل من خلال شرخ في المراية، وإنه جايب صورة الأم فيها، فبيعبر أكتر عن انفصالهم عن الواقع، لأنهم هنا كانوا بيدوروا على عقد شقة علشان يلجأوا للقانون اللي سبق واترمز ليه فيلم الغول. وفي وقت نزول حسن لشغله بيخش يفتح مخبأ أمه عشان ياخد صورة وشريط تسجيل، وبيكلم أمه على إنهم يمشوا، بس بتقوله إن ده بيتهم وعمرهم ما هيسيبوه. والبيت نفسه بيبقى فيه الكثير من اللون السماوي اللي بيعبر عن البراءة والهدوء، حتى لبس حسن هو قميص سماوي لكنه لابس فوقيه جاكيت أزرق غامق بيعبر عن الكآبة اللي مغطية النقاء ده. وأمه كمان بتقوله يلبس تيشيرت أبيض وبيقولها إن هو بيخنقه، ورمزية التيشيرت ده هي الأمل، وبيخنقه لأن الأمل في ظل تهديد بالتشريد يعتبر وقاحة. المهم بينزل حسن الشارع وبنلاقي الحيطة مكتوب عليها جدع كنوع من الجبر للبطل، لكن سرعان ما بينتهي ده بتفتيت كارم للنواعم ومرضيته لرامبو، لكن حسن بيتجاهله وبيروح يهيم على وجهه ويجوب شوارع القاهرة لحد ما بيوصل لمكان في وش سفارة فيتنام. وده بيأكد تأثر المخرج جدا بفيلم تاكسي درايفر، حيث إنه بيكون في شخص مكتئب جدا شارك في حرب فيتنام وبيجوب في أرجاء نيويورك وبيحاول تطهيرها من فسادها وقذارتها. المهم حسن بيخش المحل عشان يحول شرايط مسجلة لأبوه لصوت ديجيتال في ظل إظهار تشوش وتردد حسن لمواجهة ده عن طريق التلفزيونات اللي وراه. وبيروح الشغل في جمعية المهندسين المعماريين في القاهرة، وفي ظل التجهيزات لحفلة راس السنة المهندس بيعزم عليه إن هو يجرب الخمرة، لكن حسن بيرفض، فبيديله ازازة صغيرة وبيقول له كسرها بكولا. فلما بينزل الكشك بتاعه بيحاول يدوقها بيقول لرامبو إن هي وحشة قوي في ظل تواجد جانب ديني متمثل في المصلية المتعلقة. وبيجي كادر بيعجبني جدا بصراحة، وهو إن الكشك مش محطوط على أي نقطة من نقط الانتباه في ظل الوايد أنجل، فده بيدي إحساس بالتهميش، الصغر والضياع. المهم لما حسن بيروح رامبو بيجري منه وبيروح يكلم وزير الري عند عجلة عربية كارم، فكارم جات له على الطبطاب ونزل يجور شكل حسن بحجة إن هو ما بيرميش عليه السلام، فبمنتهى الذل بيخليه يعيد دخلته أكتر من مرة ويسلم عليه. لما آخر مرة بتاعي بلوسطة بيمثل إن هو هيحضنه بس بيقرص عليه جامد، فلما حسن بيزقه بيقعوا سوا فكارم بيفتري عليه أكتر، وفي ظل ما هو بيضربه بيقوله إن الورشة دي هتكبر غصب عن أهاليكوا هتكبر. فمن نفس الفتحة اللي كان بيبص منها حسن بيشوف المشهد رامبو وبينقض على كارم ويعضه من الحنكلولو، في رمزية للثورة على الظلم والسطوة مع كسر وانهيار هيمنة كارم، وفي محاولة إنقاذ اللي باقي من ذكورة كارم حد بيضرب رامبو بخشبة على دماغه، فبيحاول حسن يلحقه، لكن لما بيطمن إن كارم نقلوه على المستشفى. المشهد ده بيأثر فيا قوي بصراحة، إن عايز أصحابك بيموت وأنت خوفك مش مخليك عارف تلحقه، دي حاجة صعبة جدا. بعد ما كارم بيروح المستشفى حسن بياخده يوديه مديرية الطب البيطري، بس ما بيلاقيش دكاترة، فالبواب بياخده الممرض ساب المستشفى وبقى حلاق، لكن بغض النظر هو بينقذ رامبو فعلا. وبيجي المشهد الأشهر في الفيلم وهو انعكاس رامبو في المراية على جسم حسن كإشارة إن هما الاتنين واحد، هما الاتنين مظاليم. ومع عدم وجود مكان يلجأوا له خوفا من العودة للبيت بيبات رامبو وحسن في الشارع لحد ما تيجي زميلة حسن، ولما بتيجي بتفتح المحل وتقعدهم فيه، وحسن أول حاجة بيلاحظها هي الدبلة اللي في إيديها، وبحوار صمته أكتر من كلامه وبمجرد النظرات أنت بتعرف الحكاية كلها. ولما بيقولها إن هو شغال جنب المحل اللي كانوا هياكلوا منه آيس كريم آخر مرة بتوضح أكتر وسط نظرات ممزوجة بفرحة منها لأنها شايفاه وإنها أول حد فكر يلجأ له، ووجع وقلة حيلة منه إنه ما قدرش ياخد خطوة تجاهها.
ولا حتى قدر يحمي رامبو ويقف قصاد كارم. لكن برغم من كده خالد منصور المرة دي مخلي المكان أدفى، كمان مزود الأحمر، وحتى الفريم اللي حاططهم فيه أوسع من كل مرة. كل ده عشان بس يحسسك إن المشاعر لسه موجودة. وبيعبر عن ده أكتر بلمبة التلاجة اللي بتترعش وكأن في حاجة رجعت تنور عند أسماء تاني، بس هي بالنسبة له لسه نجمة بعيدة بين السحاب. المهم بيسيب معاها رامبو وبيرجع البيت عشان يغير هدومه وياخد فلوس. لكن كارم بيعرف وبيطلع يهبد على الباب. وفي مشهد مؤثر جدا من غير ولا كلمة حسن بيسد الباب بكل ما أوتي من قوة عشان ما يتهجمش عليه. والناس بتهدي كارم وبيقعدوا على القهوة عشان يحلوا الموضوع. فبيجي اللي المفروض إن هو يحل ما بينهم، لكن من كتر ما هو طبال بيبقى فيه رقاصة في التلفزيون، وهم قاعدين بيبقى فيه شباب بتضحك على كارم واللي حصل له، فبيروح يتخانق معاهم في ظل وجود تلاجة بريل بشعارها الشهير استرجل، وعصبية كارم المفرطة واستخدامه للعنف عشان يعوض إحساسه بالنقص على ما فقد منه. المهم حسن بيسوحهم وبيقول لهم إن الكلب مش معاه وإنه سايبه في الشغل مع علي بن أخت الطبال، ودي نقطة مهمة جدا هنحتاجها قدام. وبمنتهى القهر وقلة الحيلة حسن بياكل من حلة الرز وما بيبقاش عايز يرد على أمه، وصرخته بإنه جعان حقيقي ومؤثرة جدا ووصلت لي كل مشاعر الهم اللي هو فيه. ولما أمه بتديله عنوان عمه عشان يروح له يساعدهم، بيسود الصمت وبيفضل صوت حنفية المياه مفتوحة اللي بتعزز حالة القلق والترقب أكتر. وبيروح حسن لعمه فعلا وبيندم على المشوار ده جدا، لأن عمه أتت إن هما ما افتكروهوش غير لما لاصوا، وبيبقى رأيه إن هو يديله الكلب في ظل ظهور صفحة من جريدة وراه مكتوب عليها مبروك السلام. هو عايزه ينبطح ويتنازل عن كل حاجة وأعز أصحابه مقابل سلام مزعوم لبلطجي. وبتيجي واحدة ترمي لعمه بواقي تورته عيد ميلادها وبيعزم على حسن بس ما بيرضاش، وبيمشي ويسيبه بعد ما بيعرف إن إيده منه والقبر. وبيروح ياخد رامبو ويرجع يهيم على وجهه تاني في شوارع القاهرة. وبنروح لكريم اللي تاني بيحاول يثبت ذكورته وفحولته عن طريق ممارسة البغاء، ومش في أي حتة، ده في المقابر. وكان متوقع العملية بتبوق بالفشل وذكورته بتدفن مع الأموات. المهم حسن بيروح للمهندس عشان يستأذنه يقعد رامبو جوه الجمعية، لكن بيرفض في ظل ما هو ماسك كتاب الجريمة والعقاب وجنبه صورة من الثورة، فبيعمل رمزية إن عقاب الظلم والسطوة والتسلط هي الثورة عليهم. وبيخرج حسن وبيقف يتفرج على فيديو عن الضباع، وبيكلموا جمعية يقولوا إن هو لقى مكان لرامبو. وبشوية ملائمة بتيجي أسماء في الوقت اللي هو هيمشي فيه عشان تروح معاه، وكالعادة بيظهر الحاجز اللي بينهم. وبعدها بنروح لمشهد سهل جدا إنك تلاحظ إن هو مقحم أو أفتر ثوت عشان يعرض مشكلة المراهنات على خناقات الكلاب. فبينتهي الأمر بحسن إن هو بياخد رامبو ويمشي. وعلى الناحية التانية كريم بيخش على أم حسن في نص الليل ومعاه هداد كنوع من التهديد عشان حسن يجيب رامبو. فأمه بتكلمه وبتقوله إن هو يديله الكلب عشان يخلصوا من الحوار ده، لأن دلوقتي الدنيا كلها بقت في صفه. وبتقول كلام بيوجع حسن جدا، لأنها بتقول إن هو مش هيعرف يعمل له حاجة ولا هيقدر يحوش عن حد ولا حتى عن نفسه. وطول المشهد ده الإضاءة الحمراء بتكسو حسن عشان تعبر عن صدمته في أمه، وبمجرد ما بتقوله كده آخر حاجة كان سند عليها بتمشي. وبيوريك رد فعلها الناحية التانية وإحساسها بالقهر والضعف، وإنها ما كانتش قصدا إن هي تيجي عليه. المهم بيروح هو وأسماء وبتعزمه على مكرونة، بتحاول تستجديه ويقولها الكلام اللي هي عايزة تسمعه، بس هو عارف إن حباله طويلة ومش هيقدر يوصلها، فبيتهرب لتالت مرة. والكلام بيجيب بعضه لحد ما بيحكي لها حكاية أبوه وإنه قد إيه كان كويس معاهم، بس بيجيله وقت ويسيبهم يوم ولا اتنين ويرجع تاني. بس في مرة غاب يوم، شهر، سنة، لغاية مامه قالت له إن هو طفش، ودي كانت أول مرة يسمع ويعرف فيها معنى الكلمة دي. وبيعجبني أوي تدرج الزوم إن من الوايد للكلوز اللي بيبقى في أقصاه لما بيتكلم على إن عيال الشارع كانوا بيقولوا له فين أبوه. ويمكن ده بيفسر أكتر ليه حسن وحيد وما عندوش صحاب ولا بيعرف يكون علاقات. واللي بيثبت ده إنه حاسس إن هو اقترف خطأ كبير لما بتقوله إن هي أول مرة يحكي لها عن نفسه، فبيهرب من الموضوع ويروح يلعب رامبو. وفي آخر اليوم بيروح للمكان اللي شغالة فيه أسماء عشان يباتوا فيه، فهو بينام بيسمع ريكوردات أبوه في ظل ما لمبة التلاجة بتترعش ورامبو نايم زيه، فما بيجيلوش نوم وبيقوم يصلح نور التلاجة اللي كانت بتعني ومضات الذكريات سواء مع أبوه أو مع أسماء، فبيحاول يصلحها عشان يتخلص منها. بل وكمان بيعمل عيد ميلاده مع رامبو وبيشرب من ازازة الخمرة يمكن ينسى اللي هو فيه، فطبيعي لأنه أول مرة يشرب فبيسيكب تماما عشان لأول وآخر مرة نشوفه مبسوط وبيرقص، وكأن اللي زي حسن ده عمره ما هيفرح غير لو سكر أو اتغيب عن الواقع المرير. وتاني يوم الصبح بتيجي أسماء عشان تصحيه وهي جايبة الفطار، والأول مرة بيبقى مبتسم ليها وكأن عنده استعداد لاستعادة العلاقة دي تاني. وبيدل على ده أكتر إنه كل من الأكل اللي جايباه، هو ما بياكلش غير من إيده أو من إيد أمه، أو على الأقل حاجة هو دافع تمنها. يعني حتى لما عزمته على مكرونة ما كلهاش، لكن وشه اتحول تماما لما قالت له إن هي قالت لخطيبها وهو بيحاول يساعده. الحاجة دي فكرته بوضعه وقد إيه هو بعيد عنها، فبتقع الكوباية وبتتكسر كناية عن نفسه وخاطره، لأنه في موضع شفقة ودي أكتر حاجة بتكسر الراجل. فبيقف بره وبيحصل مسافة وهمية بتدل على المسافة اللي حصلت بينهم من تاني، وبيقف كأنه مكتوف الأيدي وبيحصل إثبات على إنه متعور في ظهره وكأنه طاعن بعد ما كان متعور ناحية قلبه في أول لقاء بينهم. فبيقرر إن هو ما يقبلش مساعدتها من بابها وبيسيب المكان ويمشي ويقول لها إن هو مش هيرجع بالليل. فبتقول له يبطل شغل العيال ده، فبيتضايق وبيقفل الباب بعصبية. وبيعجبني بصراحة إن هي بتمشي وما بتحاولش تراضيه،
مهما كان برضه هي عندها كرامة، ما كانتش مستنية نظير مساعدتها ده المعاملة دي. ومن المشهد ده حسن بيقلع التيشيرت الأبيض وكأنه تخلى عن آخر أمل ليه في أي حاجة. لما بيروح الشغل بيقعد مع رامبو بمنتهى الاكسبوزيشن، بيقول له هو سماه كده ليه، وبيحكي له ان هو شاف الفيلم مع ابوه على القهوه، وان رامبو الناس كانت فاكراه طري لحد ما اثبت العكس. وبيجي علي زميله في الشغل يقول له ان المهندس كلم له حد في الشلتر عشان رامبو، فبيروح وبيمشي طريق صحراوي فاضي مناسب جدا لانه يحسسك ان هو رايح للمجهول. وفي الطريق بيبقى بيسمع ريكوردات ابوه. بيجي شوت غريب جدا لابراج الكهرباء تقسيمته شبه وش رامبو. انا ما اعرفش هو خالد جه في دماغه الرسمه دي ازاي بصراحه. المهم بيوصل للشلتر اخيرا، وبيبقى بيودع رامبو ويعمل له الحركه اللي متعودين عليها، وهي ان حسن يعمل ان هو بيضربه ورامبو يعمل ميت. وفي اللحظه دي كريم بيضرب رامبو بالنار في ظل ما هو لابس قميص مرقط زي الضبع بالظبط. وده كول باك لاول الفيلم وفي نصه لما حسن كان بيتفرج على الفيديو. المهم بيحاول ينقذوا رامبو وبيحصل فعلا، لكن كلبين من الشلتر بيموتوا نتيجه لان الخرطوش بيوزع بيلي لما بيتضرب. وبيتولى حسن مهمه دفن الكلبين. بيجي شوط لدم الكلاب في الارض وانعكاسه باين فيه كنايه عن بدايه تحوله. ولو لاحظت فاللي بلغه بالشلتر واللي بعت له اللوكيشن هو علي قريب الطبال، ومفيش حد غيره يعرف المكان ده، فاكيد هو اللي عرف كارم. وفي طريق حسن للرجوع بيعدي على مسجد بيشوف فيه الملجأ، فبيخش ينظف نفسه وبيلبس بلوفر احمر يدل على الغضب. بس الحقيقه انا معرفش هو جابه منين، هو ما اتذكرش وما خدوش من البيت. المهم حسن بيكون هيصلي لكن بيقرر يقعد يستنى الاذان. وفي ظل صوت النقشبندي حسن بيجيله عصبيه مفرطه وبيحاول يشيل كلمه سكيورتي، لانه ادرك ان هو مش قادر يحمي حد ولا حتى نفسه، ولكن يعلوه اسمي الله المعز المذل. وبينتهي بالامر ان هو نايم بهدوء باصص لفتحه الشباك وكانه بيدعي وبيطلب العون او بيتساءل. وفي استخدام مناسب جدا من كريم منصور بيعمل اوفر هيد شوت عشان يعبر عن صله حسن بالاله، وبيؤكد عليها باظهار كل اسماء الله الحسنى. وبالتالي النقشبندي من له ستر علي جميل، لان ربنا من عليه بستر المكان، لانه ما كانش عنده اي مكان يقعد فيه. حاليا ده اخر ملجأ، وكأن كل اللي بيبان اتقفلت وما تبقاش غير باب ربه. كان في برضه ابتهال ايمان كلما نودي اجاب لما بات في الشارع، فواضح ان هو مصاحب لاكتر الفترات ضيقا واكتر وقت ما فيهوش اي عون. بيروح حسن ياخد رامبو من المستشفى ويقابل خطيب اسماء اللي بيبقى متجوز ومخلف في ظل نظرات حسره منه، بس قناعه ان هو ده الصح. وبياخدهم خطيبها وبيروح للمكان اللي فيه الست اللي هتتبنى رامبو، مكان غريب ما شفناهوش قبل كده في السينما المصريه تقريبا. شاشه فيها عيون كتير كانها عيون حسن بيستكشف بيها المكان، بيراقب ويترقب. وبمجرد ما بيعرف ان الدكتوره وجوزها عايشين في كندا بيظهر البلاد يمون وبيلون المشهد كله بالاحمر للتعبير عن الصدمه والاحساس بالفقد. بس في النهايه حسن بيتفهم ان ده افضل لرامبو، وبيقول ان هو يبقى عنده كل حاجه والاكل بره حلو ورخيص. سافر وانبسط بس اوعى البلاد البعيده تخليك تنساني. في الوقت ده بحس بشعور غريب ما عنديش عليه اي دليل، وهو ان في حاجه من الاتنين، يا اما ان القاهره هي اللي بتكلم رامبو وهي حزينه ان هي مش قادره تقدم له اي شيء او تحميه، يا اما ده تكرار لمشهد ابو حسن معاه. المهم بعد ما خد القرار ان هو يسيبه ويمشي، رامبو بيعيط وبيظهر في الشاشه ايد بتسقف مع سلاسل، في تعبير عن قد ايه حسن مقيد ومفيش في ايده حاجه، وانه اخد القرار الصح والانسب. ولما بيمشي من المكان بيجيله تليفون من امه لاول مره بعد الخلاف اللي حصل ما بينهم، وبتقول له ان كريم طردهم خلاص من البيت. فبيقلع الجاكيت الازرق الغامق اللي بيدل على الضيق والاكتئاب، وبيطلق العنان للغضب والثوره يتحكموا فيه. وفي الوقت اللي مرات كريم بتقول انها اول مره تشوفه مبسوط ومرتاح من كتير، بيتصل بيه حسن ويقول ان هو تحت البيت. فاول ما بيبص له فبيروح مولع له في العربيه، فبينزل يضربه، لكن لاول مره حسن ما بيبقاش مستسلم، فبيعافر معاه لحد ما بيخبطه بازازه في دماغه. الناس بتحاول تحوش كريم لكن هو ما بيسكتش، فحسن بيديه بالمفتاح الانجليزي في دماغه. وبيحصل لقطه مهمه جدا، وهي ان كريم بيبقى رايح يجيب الخرطوش عشان يضربه بيه، لولا الراجل المطبلاتي ومرات كريم حشوه، واكيد ما حشوهوش عشان حسن يعني. بيخلص الفيلم بحسن وامه والعديد من رامبو قاعدين مشردين على المقطم على انغام شجر الليمون، وكأن حسن بيبص للمدينه من فوق واللي عملته ووصلته ليه، وبس بيخلص الفيلم على كده. وخلينا دلوقتي نشرح قصه الفيلم. مبدئيا هو مش مجرد فيلم بيتكلم عن حقوق الحيوان او ام وابنها يطردوا بره البيت، لا، فيلم فيه خطوط كتير جدا، منها نقد سياسي واجتماعي ذكي. يعني مثلا عدم وجود الاب اللي المفروض بيمثل الامان وتحمل المسؤوليه مجتمعيا، وازاي ده بيكون مؤثر في نفسيه الطفل طول حياته وفي الاسره كلها بشكل عام، سواء بقى هو طفش سافر ياكل عيش او حتى عايش معاهم كانه مش موجود، فغصب عنه كل ده بيكون نشأة هش الى حد كبير سواء نفسيا او اخلاقيا. وغير الرمزيه المجتمعيه فهي بتعبر عن الشخص المسؤول عن الشعب، بس في النهايه بيختفي. والخط ده كله بيفكرني بمسرحيه في انتظار جودو، شخص بنفضل منتظرين نعرف عنه اي حاجه طول الفيلم، والفيلم بيخلص وما بنعرفش اي حاجه. اما الخط التاني فهو متمثل في كارم اللي بيرمز للسلطه والرأسماليه اللي كل هدفها انها توسع شغلها المتمثل في الورشه. وممكن والله اعلم تاخد ان الورشه دي كانها الوطن للمنتفعين من كلمه وطن، مش الوطن الحقيقي. ممكن تلاحظ ده من حمقى كارم وهو بيضرب حسن في اول مره، لان المأوى والوطن الحقيقي بيتمثل في بيت حسن اللي طول الوقت مهددين بالطرد منه،
فكل واحد بيدافع عن مفهوم الوطن من وجهة نظره. كريم اللي ما عندوش أي مشكلة يدوس ويشرد الخلق عشان يكبر الورشة ويغتني أكتر، وحسن اللي غصب عنه ملوش مأوى تاني غيرها. فيلم الغول زي ما قلنا بيمثل قانون ساكسونيا، واكبر دليل على ده ان المخرج ما اداش اي اهتمام للقضيه اللي الام كانت هترفعها بعد كده. اما حسن اكبر مثال للانبطاح والتسليم للامر الواقع، اسماء رمزيه على الحلم اللي ما بيكملش في حياه اي شخص زي حسن. ومن وجهه نظر مختلفه ممكن تشوف ان الفيلم بيتكلم عن القضيه وكريم هو المحتل، ودي حلاوه الفيلم والفن بشكل عام، انه قابل للتاويل، محدش يقدر يفرض عليك تاويل معين حتى صناع الفن ده نفسه، فانت حر تفهمه باي شكل يعجبك. واخيرا وليس اخيرا، حسن هو رامبو ورامبو هو حسن. المخرج عبر اكتر من مره عن ده سواء بشوط المرايه او بكلامه مع اسماء ان هو ما نايمهوش طول الليل، رغم ان هو اللي كان مهايبر وبيرقصه اصلا، وده لان الاتنين نفس الظروف. حتى اختيار رامبو ككلب بلدي علشان الواقعيه بس كمان عشان الرمزيه. رامبو اللي اتصرف بفطرته لما لقى صاحبه بيتضرب وبيتهان وهجم على كارم، واللي تصرفه كان بيرمز للثوره ورفض الظلم والقهر. وعشان كده كارم او السلطه حولت هدفها من طرد حسن لقتل رامبو، لان رغم ان هو لا حول ليه ولا قوه، بس السكوت عليه بيمثل قلق لكارم. هو اخطر من حسن بكتير، حسن كده كده عارفين اوله ايه واخره ايه. والمخرج كمان عرض قد ايه اللي رامبو عمله في كارم بيؤرقه بشكل يومي، وعشان كده برضه لما حسن صار واقل من كارم كان هيعامله زيه زي رامبو وجاب نفس الخرطوش. وجب التنويه ان الحادثه دي حصلت بالفعل ومشهوره باسم كلب الاهرام، ممكن تقرا عنها. وفي النهايه مش عايزك تنسى ابدا اسم الفيلم، لانه بيمثل الهدف اللي الفيلم بيسعى له. احنا بندور على منفذ لخروج السيد رامبو، وده علشان ما يتمش اضطهاده او كارم يصفيه. الفيلم كله رمزيا ان الحل الوحيد عشان ما تضيعش عمرك هباء منثورا هو انك تبحث عن المنفذ بنفسك، لان محدش هيدور لك عليه. ودلوقتي خلينا ننتقل لفقره المراجعه. كلام الجمهور متباين للغايه على الفيلم ده. الحراك ده مهم وبيخدم الفيلم والفن اكتر بشكل عام، وده ان دل فبيدل ان الفيلم خلى الناس تفكر وتتناقش وتدلب ارائها. بس الصراحه كان في اراء غبيه ومستفزه جدا. انا ما عنديش اي مشكله مع الاذواق او التفضيلات، بل ومش من حقي اعترض عليها حتى، لكن ما تجيش تقول لي اصل الفيلم ملوش قصه وملوش معنى والاخراج مش عارف ماله والحوار تعبان. ممكن تكتفي بانه مش عاجبك او مش حابه او مش ذوقك انت حر فيه، رايك حاول تفكر فيه شويه. المهم خلينا نبدا المراجعه بالاخراج. خالد منصور عبقري وليه مستقبل مبهر. الراجل ده دماغه كلها اخراج، هو مش واحد بيحط ليست بالشوتس والانجلز والكومبوزيشنز وخلاص، ولا هو بيحاول يطلع اكتر فريم مبهر ولا اكتر كاميرا موفمنت جذابه، لا خالص. هو عنده فكر، معرفه، هدف، تخيل واحساس، وانت مش محتاج اكتر من كده عشان تطلع ماستر بيس زي دي. انسب حاجه تتقال هو انه عارف بيعمل ايه امتى وليه. يعني مثلا هنا هيعمل ديرتي شوت يحبس بيه الام عشان الورطه اللي هي فيها، وهنا هيعمل فريم وذ ان فريم كومبوزيشن علشان يظهر قد ايه هو مقيد، وده بيستخدمه كتير جدا طول الفيلم لان ده اللي بيعبر عن حاله حسن. ده غير انه اغلب الوقت ما بيدوش لوكينج روم كبير عشان ما يدلش ان في امل او ان في حاجه ممكن تتغير. في مشاهد ما فيهاش بالانس عشان يعبر عن الاضطراب اللي بيعيشه حسن، بس بيستخدم السيمتريه والبالانسنج في اللحظه اللي حسن بيبقى هيطمن فيها اخيرا على رامبو، واستخدم ريفليكشن شوت وانعكاسه على الدم في الارض عشان ينذر بالتحول. كمان كان بيستخدم رول اوف ثيردز كويس جدا في الايسيمتريكال شوتس، عارف امتى بيحط حسن في نقط انتباه وامتى بيخلي الليدنج لاينز تتجاهله تماما وتهمشه لما يبقى في كيان اكبر منه. دي كلها امثله سريعه. الفكره ان كل ده وهو محافظ على الواقعيه المطلقه، سواء في اللوكيشنز، في رتابه وبطء التحولات والانتقال ما بين مشهد والتاني، وكمان الالوان الباهته. ممكن ده يحسسك بملل بس هو مقصود، اصل انت شايف حياته عامله ازاي، هيفرقع لك الوان ولا يتنطط لك بين المشاهد ازاي؟ طيب ورجوعا لنقطه اللوكيشنز، انا ممتن قوي للحوار ده. شوارع حقيقيه زحمه مشينا فيها قبل كده، بيوت شبه بيوتنا بتطل على مبنى في وشها على طول ما فيهاش اي متنفس، ومنطقه شبه مناطق كتير جدا في القاهره والجيزه. امال فين حواري ايكيا والبيوت الزان اللي المخرج الزان بيعملها؟ اما عن الكتابه والحوار في الفيلم فهو رغم اقتضابه الا انه قوي جدا. وكمان اللاف تريانجل بتاع حسن، اسماء وخطيبها معمول حلو قوي، رغم ان خطيبها ما ظهرش غير في الاخر، بس انت كنت دايما حاسس بيه بالحاجز اللي بينهم. طبعا اخلاقيا مش موافق على العلاقه، بس ده لا يعني ان هي مفتعله او مش موجوده على ارض الواقع. والعلاقه دي عامه بحس بيوصفها جدا اغنيه خايف لمنير. الاغنيه دي عبقريه اصلا وبتوصف جانب من العلاقات محدش بيتكلم عنه، وهو الخوف. هو وحيد اكتر من اي وقت فات وخايف وحاسس بكسره، فلو قال لها مثلا ان هو بيحبها او انه ممتن للي بتعمله ده غير ان هو هيقتل عمق العلاقه بينهم، الا انه كمان هيكون ليه تبعات تانية، واللي هيترتب عليها انه يوفر لها امان مادي معنوي ومستقبلي، وهو عارف ان هو مش هيقدر يعمل ده لا دلوقتي ولا بعدين، فعشان كده في كل مره كان بيهرب. كمان اللاف هيت ريليشن بينه وبين ابوه قويه جدا، هو بيحبه عشان ذكرياته معاه ما فيهاش حاجه وحشه، بس ما بيحبوش او بيلوم عليه عشان سابهم في كل ده لوحدهم. ما علينا، خلينا نروح للاضاءه. الاضاءه في الفيلم هي باهته ومش كتير، وده مناسب جدا للمود، وعجبني جدا الكالر باليت المستخدمه، واللي هي الالوان الاساسيه الازرق الاحمر الاخضر، بس طبعا الايدنتيتي بتاعت الفيلم الاخضر، بس يؤخذ عليه كم الاضاءه الخضراء دي.
يعني العالم ما فيهوش كل الخضار ده. فدي أذت الواقعية بالنسبة لي شوية بصراحة، ما كانش لازم تبقى موجودة كل مشهد بالشكل ده. أما عن شريط الصوت فمحمد صلاح عامل شغل عالي قوي، راجل مهتم بالانفايرومنت والاتموسفير وبيلعب على الباننج لما الزاوية تتغير، شغل حد مهتم يعني. بالنسبة لي أخطأ في حاجة واحدة بس، وهي صوت رعشة اللمبة. برغم إنها كانت بترعش طول الوقت إلا إنه كان بيسيبها شوية ويحطها شوية. وبالنسبة للمونتاج فهو كويس، بس كان في مشكلتين لاحظتهم. أولهم قطعة غريبة جدا وحسن بينزل من على الموتوسيكل هو ورامبو، وده لأنه أصلا ما بدأش المشهد ده بستايل الجامب كاتس، فاشمعنى هنا بالذات اللي عملتها كده يعني. فحسيت حتى إن النقطة دي مش شبه الفيلم كله. وتاني حاجة، في مشهد الوداع صوت رامبو ما كانش مسنك مع الصورة، فكان ممكن يحط الصوت ويخلي الصورة على حسن ويخلص من المشكلة دي. أما عن التمثيل فهو عظيم جدا، كل الناس شايفة شغلها صح وبتمثل كويس، من الأبطال لحد خالد جواد. عصام عمر عبقري، ممثل قوي جدا بيعرف يوصل الإحساس بالظبط، ومساعده كمان إن شكله مصري جدا فأنت سهل تشوف فيه نفسك. راكين سعد جميلة، أحمد بهاء مجتهد جدا، سما إبراهيم عظيمة، كل جوانب الفيلم مبذول فيها مجهود بحب، فتحية كبيرة جدا لصناع العمل يعني. واخيرا عايز اشيد جدا باختيار اغنيه شجر الليمون للفيلم ده، هي مناسبه جدا لدرجه انك تحس ان هي معموله للفيلم. بس اللي مش قادر افهمه ليه اب يبقى بيغني لابنه ال10 سنين شجر الليمون يعني؟ انت عايز منه ايه يا جدع انت في السن ده؟ شايلته الهم وهو صغير وهو كبير. وفي النهايه حابب اقول ان الفيلم ده من افضل الافلام المصريه اللي انا شفتها. وبس كده، لحد هنا تبقى الحلقه خلصت. فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقولي رايك في الكومنتات. سلام.